دكتور، واحنا كنا بنتكلم في الفاصل القيامة، في عندهم في سندات في الديانة المسيحية بتقول المسيح قام، وهذه الدلائل اللي هي ايه بقى؟ دلائل القيامة. القيامة أولا، يعني أنا كتير أفكر في نفسي، لأن أنا يعني شايف إن أنا عقليتي عقلية جدلية، dialectic mentality، ما بقبلش كل شيء. دي عقلية وأنا كويسة. بيني وبين نفسي أقول طب إيه الدليل على إن المسيح قام؟ بيني وبين نفسي يعني. وبعدين أنا أصل إلى conclusion إنه هو فعلا قام. فإذا سألتني إزاي أقول لك كان معاه 12 تلميذ، واحد منهم اللي هو خانه طبعا، اللي هو يهوذا العسخريوطي طبعا. إنما في 11 تلميذ عاشوا معاه 3 سنين ونص، شافوه وشافوا معجزاته. فإذا كان يعني سوري يعني إنه حاوي أو إنه تريكس، وإن بيضحك على الناس، وإن لعازر أقاموا من بين الأموات بنوع من أنواع الماس هيبنوسيس اللي هو التنويم المغناطيسي الجماعي، دول كانوا اتفرقوا من حواليه من ساعة القبض عليه وصلبه. إنما تاريخهم ال11 استشهدوا من أجله. شافوه فعلا، وستنا مريم شافته، ومريم المجدلية شافته. أيوة، إنما دول كمان غير ال11. يعني ال11 يعني حتى سان بيتر اللي هو القديس بطرس نفسه لما جم يصلبوه في روما قال لهم ليس كسيدي منكس الرأس، فصلبوه منكس الرأس. اللي هتنكرني 3 مرات في الليلة دي. واللي قال له السيد المسيح لما قال له قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات يا بطرس. وعشان كده الكتاب يقول لك بكى بكاء مرا. وده أكبر تلاميذه، مظبوط. التلميذ الكبير اللي قال له عليك أبني كنيستي، مظبوط. وحتى بيتر من بترا، وبترا يعني صخرة، صحيح. يعني الصخرة التي بنى كلهم، حتى الشكاك اللي اسمه توما، واخد بالك، اللي انا بعتبر نفسي واحد من مدرسته، دايما اتشكك في كل حاجه، رغم ان شافه وعارفه بعد ان قام، قال له ايه اللي ياكد لي انك انت هو السيد المسيح؟ قال له كده في وشه. ما زعلش، قال له تعالى يا توما، حط صبعك في مكان الحربه وكن مؤمنا بدلا من انك انت تتشكك فيه. ما هو شايف هو حربة الصلب، الحرب الصلب اللي ادوها له هو على الصليب. فتوما قال له انا مش مصدق، انت مش معقوله انت. قال له لا تعالى حط صبعك وعد. وعشان كده لما اتناقش مع يعني الاسره بتاعتي اقول لهم انتوا بتزعلوا مني ليه؟ توما نفسه اللي عاش معاه 3 سنين ونص وشاف المعجزات دي كلها تشكك لدرجه ان المسيح ما زعلش منه، قال له هات صبعك حطه يا توما. وانا لا شفت ولا عملت، انما بالاستنتاج اوصل الى ان 11 تلميذ يستشهدوا. لا، ده دليل على ان هم قناعه ما فيش بعدها قناعه، والثقه ما فيش بعدها ان هم متاكدين من ان هذا الرجل كان رجل الله فعلا. يعني وهو عندنا حتى في القرآن الكريم هو كان يحيي الموتى بإذن الله. طبعا. فيعني طبعا الأبرص والأكمه طبعا. ومن ضمن الحاجات الكتير اللي كان بيعملها بإذن ربنا سبحانه وتعالى ويحيي الموتى.